الطفل المعجزة عبد الرحمن سامح بطل الجمهورية للكبار 2024 في حدث تاريخي لأول مرة في تاريخ العالم كله يبقى طفل عنده 10 سنين يفوز ببطولة الجمهورية. عبد الرحمن سامح ما شاء الله عليه وصل تقييم 2260، وعايز اقول لك ان الرقم ده ما وصلوش باسم امين واحمد عدلي لما كان عندهم 10 سنين. عبد الرحمن سامح بلعبه في بطولة الجمهورية للرابط، وانا كنت بلعب بالقطع السوداء، عبد الرحمن بيلعب بالقطعة البيضاء. وفي الموقف اللي انت شايفه قدامك ده عبد الرحمن سامح عامل عليا هجوم قوي جدا على جناح الملك، فانا حاولت ان انا اخف الضغط شويه، فقررت ان انا اجيب الحصان بتاعي في مربع الاتش 5. بعرض على عبد الرحمن تكسير الوزراء، فعبد الرحمن شايف نفسه في موقف هجومي فما رضاش ان هو يكسر الوزراء ويسحب الوزير بتاعه في الاتش 3. فهنا سريعا العب الوزير بتاعي في الاي 5، محدد ان هو الحصان بتاعه ما يتحركش عشان ما يخسرش الفيل بتاعه، وفي نفس الوقت يبقى عندي افكار تاكتكس عن الحصان ده على اساس الطابيه اللي متعلقه في مربع البي 1. فهنا عبد الرحمن سامح يقرر ان هو يكمل الهجوم بتاعه ويلعب اف 5. فسريعا هنا رحت انا جبت الفيل بتاعي في مربع الدي 4 عامل كش للملك. طبعا عبد الرحمن يلعب البيست موف والنقله الوحيده في الشكل ده ان هو يجيب الملك بتاعه في الاف 1. طبعا لو عبد الرحمن كان قرر ان هو يجيبه في الاتش 1 فساعتها كان هيخسر، لان في فيل في حصان طبعا ما ينفعش ياكل بالبيضة عشان الطابيه بتاعته هيخسرها، ولو اكل بالفيل هاكل وزير في فيل، ولو اكل بالبيضة طابيه في طابيه، والموقف ده كش مات للاسود. عبد الرحمن سامح طبعا يشوف الكلام ده كله ويقرر ان هو يجيب الملك بتاعه في الاف 1. فهنا سريعا انا لازم اتعامل مع الموقف اللي هو عامله ده، لان هو ممكن يهدد ان هو يلعب اف 3 او ياكل بدأ في بدأ، وكل دي نقلات هتسبب لي مشاكل. فاكلت بدأ في بدأ سريعا، عبد الرحمن يرد عليا وياكل بدأ في بدأ. اجيب بيست موف على الانجن واجيب الطابيه بتاعتي في مربع الاي 8، مانع الملك الابيض ده من اي مربعات ممكن يروحها، فبالتالي يبقى ممكن يبقى عندي افكار كشمات في المستقبل. عبد الرحمن سامح يكمل باي 3 عشان يمنع اي افكار ممكن اعملها بدأ الاي 2. وفي اللحظه دي قعدت افكر كتير جدا عشان اقرر ان انا اضحي بالطابيه بتاعتي في البدء اللي موجود في البي 2، والنقله دي ما كانتش دقيقه. عبد الرحمن سريعا يلعب بيست موف وياكل الطابيه دي. طبعا انا كنت محضر ان انا هاكل فيل في حصان، وبالفعل لعبت فيل في حصان، مهدد الطابيه ومهدد الفيل بتاع عبد الرحمن سامح. عبد الرحمن سامح في الشكل ده يلعب نقله منطقيه جدا واللي انا حسبتها، وانه يجيب الطابيه بتاعته في مربع البي 7. طبعا في اللحظه دي انا كده جيمي بقى افضل لان انا باكل فيل في فيل، عشان عبد الرحمن سامح هنا يلعب بلندر اسطوري. طبعا عبد الرحمن سامح بيست موف هنا بدل ما يجيب الطايه بتاعته في البي 7 كان ياكل بدأ في بدأ، وعبد الرحمن سامح بيكسب، لان انا بكل بساطه لو حاولت اكل انا بدأ في بدأ انا كمان، عبد الرحمن سامح بيكسب بعد كوين في الدي 7، مهدد كش في الاف 7، مهدد الطابيه، وبيلعب الروب بتاعته في البي 7 النقله الجايه، والموقف ده تسليم. النقله دي انا ما شفتهاش، يعني ما شفتش بدأ في بدأ، انا شايف ان هو بيلعب الطايه بتاعته في الصف السابع. فسريعا لما عبد الرحمن جاب الطايه بتاعته في البي 7 هنا رحت انا اكلت الفيل، وهنا عبد الرحمن سامح يكمل ببلندر اسطوري وياكل بدأ في بدأ. وفي اللحظه دي افكر 3 دقايق عشان اقدر اجيب كش مات في 6 نقلات. هنا عبد الرحمن سامح بعد ما عدت الدقيقه تقريبا ابتدى يتدارك الخطر اللي موجود على الملك بتاعه، وهنا سريعا عبد الرحمن سامح مستنيني ان انا كنت اكل بدأ في بدأ، بس انا طبعا ما اكلش بدأ في بدأ واقرر ان انا اجيب الطايه بتاعتي في مربع الاي 1 عامل كش للملك. عبد الرحمن يطلع بالملك بتاعه في مربع الاف 2، وهنا اجيب الفيل بتاعي في مربع الاي 3 عامل كش للملك. طبعا ما ينفعش اكل الطابع عشان محميه بالوزير، فلازم ياكل الفيل ده ما عندوش غيرها، وساعتها هجيب الوزير بتاعي في مربع الدي 2 اونلي موف. هنا ابتدى عبد الرحمن خلاص ينهار وابتدى يكتشف الخطا وعرف ان هو بيخسر. طبعا جه في مربع الاف 3 النقله الوحيده، وهنا اكل وزير في طابيه بكش اونلي موف يجي في مربع الجي 4، كش في مربع الاف 4 محمي بالحصان، لازم ياكل الحصان، وعسكري في عسكري بكش مات. طبعا عبد الرحمن بعد ما خلص الماتش قعد يعيط وانا قعدت اقول له جود بلاي، وطبعا ده شرف كبير جدا ليا ان انا اقدر اعمل ماتش زي كده مع عبد الرحمن سامح. انا هسيب الفيديو هنا على الصفحه وعلى القناه عندنا عشان ان شاء الله ارجع له كمان سنتين ثلاثه وابقى فخور ان انا قدرت اعمل ماتش كويس، مش بس ان انا اكسب او ان انا كفايه بس يكفيني الشرف ان انا لعبت مع لعيب بالقوه دي ولعيب بالموهبه دي. عبد الرحمن سامح بطل مصر في المستقبل ان شاء الله، ربنا يبارك فيه ويبارك لاهله فيه ويحفظه، وان شاء الله جراند ماستر جديد لمصر واضافه قويه جدا لمصر. عجبك الماتش ما تنساش تعمل لايك وفولو عشان ما يفوتكش اي جديد.